السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده على قناه شهوة هند اوفيسيال. وصفتنا اليوم جبت لكم الشيفلور مقرمش وكيجي لذيذ بزاف، واهم من هذا الشيء انه كيتوجد بسرعه وما كيديش لينا الوقت نهائيا. كنتمنى تجربوا الوصفه وتردوا عليا كيف جاتكم. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم. ما تنساوش لايك الفيديو، بارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم، ونمشيو للمقادير ديالو والطريقه ديال التحضير. بالنسبة ليا هنايا أول حاجة غادي نبداو بها هو الشيفلور. هنايا أنا خديت واحد الكمية ديال الشيفلور قطعتها بهذا الشكل هذا، وضروري ما كنقيوها. بالنسبة للكمية كتبقى اختيارية على حسب الأشخاص، يعني على حسب نتوما شحال باغيين ديروا. أنايا هنايا درت واحد الكمية اللي هي قليلة. غادي ناخدو الشيفلور، غادي نديروه في الماء، غادي نزيد معاه شوية ديال الملحة، تقريبا نص معلقة صغيرة ديال الملحة، وغادي نديرو الخليط فوق النار. بالنسبة للشيفلور ما خصوش يطيب بزاف، غير نص طيبة. أنا كنأكد عليه أنه الشيفلور يلا 5 ديال الدقايق، غير تشوفوا الماء بدا كيطبخ صافي طفيو عليه. ما خصوش يطيب بزاف، إلا طاب الشيفلور بزاف فهو ما غاديش يساعدكم أنه من تبغيو تقليوه غادي يبدا كيتفتت ليكم. صافي هنايا أنا من بعد ما طاب ضروري ما غادي نحطو، نخليوه يسكتر من الماء. هنايا غادي نمشيو للخلطة اللي غادي نديرو. غادي نحتاجو واحد البيضة تكون كاملة، غادي نخلطوها مزيان. من بعد غادي نضيف معاها واحد الكاس ديال الحليب. هنايا تا خلطت مزيان عاد ضفت هداك الكاس ديال الحليب اللي قلت لكم. غادي نعاود نخلط مزيان باش هداك الحليب يدخل لي مع البيض. هنايا غادي نحتاجو واحد الريس ديال الثومه اللي محكوك، نص معلقه صغيره ديال البزار، نص معلقه صغيره ديال الكمون، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم، نص معلقه صغيره ديال التحميره، ونص معلقه صغيره ديال الملحه. هادو هما العطريه اللي احتاجينا. من بعد غادي نضيف معلقه كبيره ديال النشا. هنايا غادي نضيف جوج ديال الملاعق صغار ديال الخل، اولا ممكن ديروا معلقه كبيره، راه بحال بحال. صافي غادي نخلطوا الخليط مع بعضياته مزيان، وغادي نزيد نضيف المكونات اللي باقي عندي. هنايا غادي نضيفو نص معلقة صغيرة ديال الخمارة حمراء، يعني الخمارة ديال الحلويات. ومن بعد غادي نضيف هنايا تقريبا تحت من 3 حتى 4 الملاعق كبار ديال القزبر مقطع. بالنسبة للقزبر كيبقى اختياري، شحال ما بغيتو ديرو ممكن غير معلقة ولا زوج. انا كيعجبني بزاف القزبر مع الشيفلور، على داكشي كترت شوية الكمية. صافي هنايا غادي نجيبو واحد الكاس ديال الدقيق اللي غادي نبدا كنضيف شوية بشوية، وانا كنخلط. ما غاديش نديرو كاس كامل، غادي نضيف غير تقريبا غير نص ديالو، حيتاش الخليط ضروري ما يكون عندنا شويه جاري، ما خصوش يكون قاصح. الا كان قاصح بزاف فهو غادي تبقى لكم الشيفلور ديالكم غادي يبقى من الداخل بحال اللي عاد فيه هاد الخلطه. هذا هو يعني القوام اللي كنتحصلوا عليه، كيكون شويه خفيف. انا كنأكد الا شفتوا القوام ديالكم ثقيل ممكن تزيدوا الحليب، ماشي مشكل. صافي غادي ناخذ الشيفلور نبقى نديرو في الخليط ديال الدقيق اللي عندي. من بعد غادي نقليه في الزيت بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. بالنسبه للزيت ضروري تشعلوا على الزيت، تخليوها تدفى غير واحد شويه، تبداو كطيبوا الشيفلور ديالكم. وإلا شفتوا بأنه كانت الزيت طايبة بزاف وغير كتحطوا الشيفلور في البلاص كيحمار، عرفوا بأنه راه الزيت سخونة، غادي يقدر يتحرق لكم الشيفلور، ما غاديش يجي زوين. غطفيو على البوطة، تخليو الزيت حتى تدفى، ما غاديش تبرد نهائيا، غير تدفى واحد شوية. عاود شعلوا عليها وبداو كتقليو الشيفلور ديالكم. انا كنأكد على هاد الحاجة، انه الزيت خاصها تكون غير دافية، ما تكونش طايبة. الا كانت طايبة فغادي تحرق لكم الشيفلور. صافي نبداو كنطيبوا بهذا الشكل هذا، نبداو كنقلبوه. هنايا ضروري ما تحطوا الورق ديال الطبخ وحطوا عليه الشيفلور ديالكم باش يشرب الزيت. وصافي من بعد ما كنسالي كامل كنقدموه في طبق تقديم بهذا الشكل هذا. راه كيجي زوين بزاف وكيجي لذيذ، وكما شفتوا كيتوجد بسرعه. نتمنى الوصفه ديالي تنال اعجابكم.